أويك بيبدأ معانا بواحدة اسمها جل، وبتكون شغالة في أمن جامعة، وبتدخل تسرق أدوية منتهي صلاحيتها وبتروح تبيعها كمخدرات، وبتركن عند بيتها وبتروح في النوم. لكن بتيجي بنتها تصحيها وبتاخد ولادها اللي بيكونوا عايشين مع جدتهم، وهم في الطريق بتغمض بنتها عينيها، وفي اللحظة دي بيعملوا حادثة وبتبدأ العربية تغرق، وبتعرف تخرج وبتنقذ ابنها. وبتكون بنتها مع الشرطة اللي بيقولوا لها انهم مش فاهمين حصل ايه، لكن الطاقة فصلت من كل حاجة حتى العربيات. وبيكون في ناس كتير جدا مصابة في المستشفى، وبيرجعوا لجدتهم ومش بيكون لسه في طاقة، فبيقعدوا على الشمع ومش بيكون معاهم فلوس للاكل. لكن جال بتقول انها هتتصرف، وبعدها بتحاول تنام لكن مش بتعرف، فبتبص من الشباك وبتشوف ناس كتير كمان مش نايمة، وده مش العادي. وبتخرج حماتها وبتقول انها محتاجة حاجة تساعدها تنام، وابن جال كمان مش نايم، وبيبداوا يتكلموا. وبعدها بتروح الشغل وبتلاقي ناس كتير جدا صاحية، وبيطلب منها الولد اللي بياخد منها الادوية تجيب له تاني عشان كل الناس دلوقتي عايزين مهدئات ومش فاهمين ليه. فبتروح الجامعة وبتبدا تسرق ادوية، وفي اللحظة دي بيجوا ناس من الجيش وبيوقفوها، وبتطلب واحدة منهم مساعدتها لانها مش فاهمة ايه اللي بيحصل. لكن جال بترفض، فبيقول لها واحد انت مش فاهمة الموضوع خطر ازاي، كان لازم تروحي معاها. وبيشرح لها ان الناس كلها هتموت لو معرفتش تنام، فبتقول له ان بنتها كانت نايمة، لكن مش بيصدق، وبيقول لها لحد دلوقتي مفيش غير ست واحدة بس اللي قادرة تنام. فبترجع بيتها بسرعة تطمن على بنتها، ولكن مش بتلاقيها. فبيقول لها ابنها انها راحت مع جدتهم الكنيسة، وبيدخل عليها قسيس وبيبدا يقول انها مميزة لانها تقريبا الوحيدة اللي قادرة تنام دلوقتي، وبيحكي لها انها دلوقتي اشبه بمعجزة. فبتساله انت شايف اني المفروض اموت؟ فبيرد لا طبعا، احنا بس كلنا تعبانين وعايزين نتاكد لو بتعرفي تنامي عشان تدينا امل. فبتقوله انها مش تعبانه دلوقتي عشان تنام، وبيبدا يصلي معاها. وجال بتحضر شنطتها وبتاخد ابنها وبتقول له هنروح ناخد اختك وهنهرب. وبعدها بيجي الشخص من الجامعه وبيقول لها بنتك بتعرف تنام صح، ولكن بتحاول تكذب عشان خايفه على بنتها وبتمشي. وبنشوف ان في الكنيسه الطفله نامت، وبيبدا القسيس يدي امل للناس، والناس في الشارع كلهم بيتخانقوا من قله النوم، وبقى في حاله من الفوضى. وبنشوف واحد من الشرطه مقتول، فبيقول لهم بريان ان الموضوع لسه هيبقى اوحش، الناس محتاجه تنام. في الكنيسه الناس بيطلبوا من القسيس انهم يقتلوا الطفل عشان يضحوا بيها، يمكن يعرفوا يناموا بعدها. وبتروح الام تاخد بنتها، لكن جدتها بترفض، وبتحاول امها تقنعهم. وبيبدا براين يشرح لهم اللي بيحصل في مخهم من قله النوم، وانهم محتاجين الطفل عشان في علماء هيساعدونا. والقسيس بيرفض، فبيهددهم براين ان الجيش هيجي ياخدها غصب عنهم، فبيقتلوا واحد من الشرطه، وبيهربوا كل الناس من الكنيسه، وبيبداوا يدوروا على الطفل عشان يقتلوها. وبتحاول الام تدور عليها لانها اختفت، وبتلاقيها مستخبيه وبتحاول تهديها. وبيهدد الشرطي القسيس انه هيقتله، وبياخد ابن جل ورق من جيب براين اللي مات عشان يعرف مكان العلماء فين. وبنشوف جل وهي واخده ولادها وبتهرب، لكن بتقول الطفله انها عايزه جدتهم معاها، لكن مش هتقدر جل تخاطر وترجع تجيبها. وبيبدا الابن يقنع امه انهم يروحوا لمكان العلماء عشان كده كده هم يومين وممكن يموتوا، واخته مش هتعرف تقعد لوحدها، وانهم هيكونوا هناك ده امن ليهم. وبتروح جل الولد اللي بياخد منها الادويه، وبتشوفه مقتول، وبتستخبى من اللي قتلوه. وبرغم من انه مقتول لكن برضه مش عارف ينام تماما، وبتفضل جل تستخبى منهم عشان تعرف تخرج. وبنشوف انهم عرفوا يشغلوا عربيه، فبتسرق مفاتيحها وبتستخبى، وبيسمعوا صوت عربيه تانية، فبيروحوا يشوفوا مين ده. وبتاخد جل مفاتيح العربيه اللي شغلوها، وبتاخد ولادها وبيمشوا. في الطريق بتكون جل وابنها تعبانين جدا، بس طبعا مش قادرين يناموا، وبنتها بتكون نايمه، فبيسالها ابنها اشمعنى هي بتنام. وفي الطريق بيلاقوا عربيه منوره، فبتنزل جل وبتشوف فيه ايه، وبتلاقي الاثنين اللي كانوا في الورشه مقتولين. فبتاخد منهم المسدس، وبتقف في الطريق تستريح وتتكلم هي وابنها، وبتحكي له ان اللي هم رايحين لها دي خبيره نوم، وان عدم النوم ده اكبر عذاب ممكن الانسان يقابله، فعشان كده هي وافقت تروح لها. بيكملوا في طريقهم وبيلاقوا ناس كتير واقفه، وبتكون خايفه جدا يشوفوا بنتها وهي نايمه، فبتمشي اسرع وبتنزل مكتبه عشان تجيب خريطه للمكان. وبتبدا تعلم بنتها ازاي تستخدم الخرايط وتقرا كتير عشان دلوقتي مفيش اي موبايل او كمبيوتر شغال، وانها ممكن تموت، فكمان بتبدا تعلمها تستخدم مسدس. وبتمسك بنتها المسدس وهي بتعيط، ولكن بتقول لها بنتها انا مش عايزه اعمل كده. وبعدها بتلاقي ابنها موجود، وبتساله امال مين في العربيه، فبيقول لها مش عارف. وبيقعدوا يشوفوا الخريطه، وبنتها بتكون نايمه في العربيه، وبيجي واحد هربان من السجن يشوف العربيه وبيجري عليها. وبتسمع جل صوت تخبيط، وبتطلع تلاقيه واخد العربيه وماشي، وبنتها نايمه فيها. وبيجوا باقي الناس الهربانه، وبيقول لها هاتي ابنك او المسدس، وبتضرب نار عليه لكن المسدس بيعطل. وفجاه بيرجع الراجل اللي اخد العربيه ببنتها وبينقذها هي وابنها، وبياخد منها المسدس، لكن بتقول له ما فيهوش رصاص. وبياخد مفاتيح العربيه وبينزل يشوف بنزين عشان خلص. وبتبدا جل تعلم بنتها ازاي تزود بنزين، وبيحكي ابنها للراجل انهم بيحاولوا يلاقوا علاج، فبيقول لهم خلاص انا هوصلكم، وبيرجع لها المسدس. وبتبدا جل تعلم بنتها السواقه عشان كلهم تعبانين جدا ومش قادرين يسوقوا، وفي الطريق بيتكلموا، وبتفقد الطفله تركيزها، لكن بتحاول جل تساعدها تركز. وبيلاقوا مجموعه من الناس اللي بتقتل اي حد تشوفه قافلين عليهم الطريق، وبيبداوا يكسروا ازاز العربيه ويمسكوهم، لكن بيهربوا في اخر لحظه. وبتنام الطفله من التعب، وبيشوفوا انوار المركز اللي عايزين يروحوا من بعيد. وبعدها بتنزل جل واولادها، وبيدوا العربيه للراجل عشان كان عايز يروح مكان تاني، وبيودعوه وبيمشي. فبتسال الطفله الام ليه نزلنا بعيد عن المركز كده، فبتقول لها عشان هتستخبي هنا انت واخوكي، وهروح اشوف انا المركز لو امان او لا. وبتودع ولدها وهما بيعيطوا لانها مش ضامنه ترجع، وبتطلب منهم انه مهما حصل ما يروحوش وراها.
وبتبدا تمشي وبتلاقي ميه تغسل وشها فيها، وفي طريقها بتشوف شويه عساكر، وطبعا ما ينفعش تطلع فجاه عشان ممكن يضربوا عليها نار، فبتفضل مستخبيه تحت الجسر وبتكمل في طريقها، وبتسمع عساكر وهما بيحطوا كود دخول الباب وبتحاول تحفظه، وبتدخل فعلا بعدهم، وبتلبس لبس دكتور عشان تعرف تمشي في المكان، وبتروح تشوف الست اللي بتعرف تنام غير بنتها عشان تشوفهم عاملين فيها ايه وايه اللي ممكن يحصل في بنتها. وبتسالها الممرضه انت جايه عشان عايزه عينه دم؟ فبترد جل ايوه. طبعا محدش مركز في اي حاجه من قله النوم. وهناك بتسالها الست انتوا مش اخدتوا مني دم كفايه؟ انا عايزه اطلع من هنا. فبتقول لها جل انا هساعدك تهربي من هنا، بس عايزاكي تربي بنتي. فبترد الست انا اللي عايزه حد يساعدني، انا المفروض اكون ميته من شهور. وبعدها بتيجي الدكتور اللي عارفاها وبتسالها بتعملي ايه هنا؟ فبترد جل انا جيت اساعدكم. فبتسالها الدكتور طيب عيلتي جت معاكي؟ وبترد لا. وبتسالها جل لقيتوا علاج؟ فبترد الدكتور لا، وان غالبا كلنا هنموت. وبتطلب منها تاخد ادويه تفوقها شويه وتساعدهم. فبتخرج جل من المركز عشان ترجع لاولادها، وبتقعد تعيط عشان مش هتعرف تنقذ ولادها من اللي بيحصل. وبنشوف الراجل اللي اخد العربيه وولادها جايين عند المركز، وبيطلعوا لهم العساكر عشان يضربوا عليهم نار. فبتجري جل عشان تنقذهم، ولكن بيوقفها عسكري. وبتفضل الطفله تعيط وبتقول للعساكر انا بقدر انام. فبياخدوهم جوه المركز، وبتسال الدكاتره هقدر اساعد الناس يناموا؟ فبيرد الدكتور احنا بس محتاجين نعرف اشمعنى انتي. وبيكون في قرد بيعملوا عليه ابحاث وفاتحين دماغه، وبيقول لها الدكتور انهم بيحاولوا يشوفوا طريقه تنيم القرد لكن مش عارفين، وبيحاولوا ينيموا الطفله عشان يبداوا الابحاث. ولما بتنام بيتكلموا عن قد ايه هي مسكينه عشان اللي هتشوفه. وبتروح الدكتور تقول لجل انا زعلانه منك عشان ما قلتليش على بنتك، لكن جل مش بتكون قادره تركز في اي كلام وغالبا بتموت. وبتطلب من الدكتور تسيب بنتها لكن بتقول مش هينفع. وبياخدوا دودج اللي كان هربان معاهم عشان يدوله ادويه تفوقه ويساعدهم عشان هو كهربائي. وبعدها بنشوف الطفله وهي نايمه جنب الست التانية، وبتموت الست الكبيره وبيحاولوا يفوقوها، وبتكون الطفله خايفه جدا. وجل بتهلوس ان ابنها بيقتلها، ولكن بيدخل عسكري ياخد ابنها عشان عايزين يقارنوا بين دمه ودم اخته. وفي الوقت ده بيبدا عساكر يفقدوا عقلهم وبيقتلوا بعض، وكمان بيقتلوا نفسهم عشان بيهلوسوا انه في حد بيهجم عليهم مع ان مفيش. وبتاخد جل عصايه وبتروح تحاول تنقذ ابنها وبنتها. وبنشوف واحد من الدكاتره وهو بيقتل الدكتوره صاحبه جل عشان كانت عايزه تضحي بالطفله. وبعدها بتاخد جل بنتها وبيروحوا يدوروا على ابنها، وبيكون ماسك سلك كهرباء وبيغمى عليه. وبتروح اخته تجيب جهاز انعاش اللي شافت الدكاتره بيستخدموه عشان تفوق اخوها، لكن عشان بيكونوا قريبين منه جدا فبيغمى على الطفله وبتتشل ايد جل. وتاني يوم بنشوف قد ايه الوضع كارثي، وتقريبا كل اللي في المركز ماتوا. وجل بتكون حاضنه ابنها ومش عارفه تعمل اي حاجه وبتعيط. وبتصحى الطفله وبتقول لمامتها تقريبا هو عايش، وبتبدا تفوقه وفعلا بيصحى. وبيستغربوا ازاي قدر يغمى عليه، ودلوقتي محدش بيقدر ينام ولا بيغمى عليه ابدا. وبيجي واحد من وراهم بمسدس وبيسالهم انتوا مين؟ فبتقول له انا امهم. وبياخدوا حاجات من المركز عشان يمشوا، وبيقول الابن لامه انه اسف وانه محتاجها تفضل معاهم، ولكن هي بتكون مش قادره تستوعب اي حاجه. والطفله بتبص على جهاز الانعاش وبتقول لاخوها انت مت، ولما استخدمنا الجهاز رجعت تاني. وبتحكي له ان تقريبا هي كمان ماتت للحظه لما العربيه غرقت والشرطه انقذتها، فدلوقتي هي عارفه تنام. وده اللي حصل مع اخوها امبارح، وده تقريبا الحل للمشكله دي. فبياخدوا مامتهم يغرقوها على امل ان يحصل معاها اللي حصل معاهم، واول ما بتغرق بيخرجوها وبيبداوا ينقذوها تاني، وفعلا بتقوم.